اهلا بيكم في مصر، وهتدرسوا تعليم دولي وعالمي وهتاخدوا شهاده دوليه، ولكن جوه وطنكم التاني جمهوريه مصر العربيه. اهلا بيكم في القاهره. القاهرة قبلة التعليم في الوطن العربي. ازاي اخد اعتماد واحصل على شهادة اوروبية او امريكية جوه الارض المصرية وجوه الفروع الدولية اللي تم افتتاحها مؤخرا في جمهورية مصر العربية. ده هدفنا. هنرد عليكم، هنوصلكم باهم البرامج المتميزة اللي موجودة للجامعات وفروع الجامعات الدولية في مصر. هنقول لكم اهم البرامج في الجامعات الحكومية في مصر، في الجامعات الخاصة ايضا. ازاي اختار جامعه طبقا للتصنيف العالمي، سواء تصنيف QS، سواء THE، سواء التصنيف العربي للاعتماد للجامعات العربيه والعالميه. ازاي اكون طالب في جامعه اوروبيه او امريكيه ولكن جوه جمهوريه مصر العربيه على ارض عربيه. ازاي اختار برنامج متميز امريكي او انجليزي او برنامج حكومي اللي تقدمه الجامعات الحكوميه المصريه، ولكن هو برنامج متميز على مستوى الوطن العربي واخد اعتماد اكاديمي دولي او عالمي. اهلا بيكم في ايدي شو. ازاي ممكن الطالب الوافد يدرس في مصر؟ الموضوع بسيط وسلس جدا. عندنا من خلال وزارة التعليم العالي إدارة الوافدين بروجرام اسمه Study in Egypt. بخش على هذه المنصة التعليمية وابتدي اسجل فيها. انا جوه بلدي لسه ما بداتش الخطوه الاولى، ببتدي افتح هذه المنصه وابتدي اختار انا عايزه ادرس ايه، في كليه ايه، وفي انهي كمان محافظه محافظات جمهوريه مصر العربيه. كل ده متاح على منصه Study in Egypt. ومش كده كمان، لو انا مش عايزه اقعد على الكمبيوتر ومش فاضي، هنزل الابلكيشن Study in Egypt وهحطه على الموبايل بتاعي وابتدي وانا في كل الوقت عايزه استفسر، عايزه اسال، عايزه اتواصل، عايزه اسجل. اهلا بيكم في Study in Egypt من خلال وزاره التعليم العالي بجمهوريه مصر العربيه. منصه Study in Egypt ميزتها انها بتتيح كافه الدرجات العلميه. حتى لو حضرتك انتهيت من البكالوريوس او الليسانس في الدوله الخاصه بيك، تقدر تيجي تكمل مرحله الماجستير والدكتوراه. عليك انك تخش على المنصه، تختار الدرجه العلميه اللي انت مختارها، وكمان بتختار انت عايز تاخد درجه علميه من جامعه مصريه حكوميه، من جامعه مصريه خاصه، او من احد الفروع الدوليه المفتوحه على الارض جمهوريه مصر العربيه اللي بتمنحك الدرجه الدوليه بتاعتها. لما بتختار ادميشن من المنصه Study in Egypt هنعمل ايه؟ هيطلع لنا 2 اوبشن. اول واحد التعليم الجامعي، والتاني الدراسات العليا. بختار حسب انا داخل بدور على ايه. الجامعي طبعا درجه الليسانس، درجه البكالوريوس، او ان انا هعمل ما بعد الدراسات العليا اللي هو تمهيدي ماجستير، دبلومه عامه، دكتوراه، او تمهيدي دكتوراه، حسب الدرجه العلميه اللي انا داخل ابحث عنها. هنسجل ازاي على Study in Egypt؟ اول حاجه هعمل لنفسي اكونت على المنصه، وهعمل لها باسورد عشان خاطر من خلال الايميل بتاعي، ودوت هيكون اسهل طريقه ان انا من خلالها ابتدي اكون سجلت على منصه Study in Egypt. عندي ايميلي، حطيت الباسورد، اصبحت كده ليا اكونت كامل على منصه Study in Egypt. وبعد ما بدخل بياناتي الشخصيه هيبقى عندي اختيارين. لو انا خلصت الثانويه العامه هنرفع شهاده الثانويه العامه وجواز السفر الخاص بيا، ولو انا خلصت الجامعه وهكمل مرحله الدراسات العليا هحط شهاده الليسانس او البكالوريوس، وهحط طبعا برفع الباسبور. بعد ما رفعت اونلاين هعمل ايه؟ هيبقى عندي مرحله تانية، هتوجه الى مكتب مصر للعلاقات الثقافيه والتعليميه اللي موجود في سفاره جمهوريه مصر العربيه في الدوله اللي انا فيها. طب وهعمل ايه؟ هقدم على توثيق هذه الشهادات. باخد ختم التوثيق الاول من السفاره المصريه، ثم برجع تاني اتوجه الى الخارجيه في هذه الدوله. بعد كده ما بوصل جمهوريه مصر العربيه بتوجه الى وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي بتوجهني اذا كنت محتاج ان انا اروح الى التوثيق بوزاره الخارجيه المصريه، او ان انا كده تم اعتماد هذه الشهاده مش محتاج اي اعتمادات اخرى. طب لو الدوله ما فيهاش مكتب مصر للعلاقات الثقافيه والتعليميه، هيكون في بديل ليها
في الخارجية المصرية، في قطاع توثيق أو القنصلية المصرية اللي موجودة في هذه الدولة. وبعد كده هعمل ايه؟ هدفع اونلاين، وده اسمه الدفع المبدئي، ان انا بس مجرد ان انا خلصت التسجيل بدفع الدفع المبدئي اونلاين، ومن خلال المنصة برفع ايصال الدفع. هيتبقى عندي ايه؟ هيجي لي الرد، والرد هيكون في اسرع وقت ممكن. هيجي لي على الايميل بتاعي، لان انا لسه موجود في بلدي ومستني ان انا اجي القاهرة. بس انا لقيت نفسي لسه متردد، ما خدتش القرار الصح. شفت بعد كده لما بصيت على المنصه برامج اخرى، جامعات اخرى، مش عايز اعيش في القاهره، عايز اروح اسكندريه، عايز اروح العلمين، عايز اروح المنصوره، افرع جديده، العاصمه الاداريه. كل ده من حقك ان انت تغيره وانت لسه موجود في بلدك، وعن طريق المنصه، وعن طريق انك بتبعت ايميل للمنصه. وعشان انت مش لوحدك، اديو شو معاك، وكمان عشان القاهرة هي قبلة التعليم في مصر، فهتلاقي في كل جامعة حكومية وخاصة وذات أفرع دولية مكتب خاص برعاية الوافدين. المكتب ده دوره كل التوجيه والإرشاد، إن هو يكون معاك خطوة بخطوة، الكشف الطبي إزاي، المصروفات إيه، محتاج تعمل إيه في مصر، محتاج كمان يوفر لك الإقامة، سواء الإقامة دي جوه الجامعة أو إقامة خارجية. كل ما يخص من الحياة في مصر بيوفروا مكتب